السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها باو اكس ان او باور اكس اس ان. بيقول لنا implement الفانكشن بتاعت باور دي which calculates x raised to the power n i.e. x اس n. يعني مدينا example x ب2 والn ب10 في الاوتبوت هيكون 1024 لان 2 اس 10 ب 1024. وجايب برضو تحت هنا كذا مثال كلهم الفكره فيهم ان احنا نimplement فانكشن هتأدي وظيفه انها تحسب لنا x اس n. هيدينا x وn ونحسب له x اس n. الاكس عندنا هتكون قيمها من سالب 100 ل 100 والn قيمها من سالب 2 اس 31 ل 2 اس 31 ناقص 1 والn هتبقى انتجر دايما والاكس هتكون بزيرو او ان اكبر من زيرو. يعني الحالتين دول مش هيحصلوا مع بعض، هيبقى دي او دي، يا اكس نوت بزيرو يا الان اكبر من زيرو. والاكس اس ان هتكون دايما ما بين سالب 10 اس 4 و10 اس 4. بروبلم زي دي احنا بنبص فيها على كذا حاجه وناخد بالنا منهم. مثلا الاول خالص في edge cases ممكن نتخلص منهم في الاول. زي ايه؟ هنا مثلا عندنا الاكس لو بزيرو ده اللي هو البيز بتاعنا او الاساس، لو هو بزيرو فالناتج دايما هنكون بزيرو، هنقوم عاملين ريتيرن زيرو. طب لو الاكس بواحد او الان بزيرو، لو الحاله دي او دي حصلت، يعني لو الاساس بواحد او الاس بزيرو فالناتج دايما هيكون بواحد. فدول edge cases ممكن نخلص منهم من الاول بحيث ما نحسبش حسابات على الفاضي. دي كده كإدج كيس. طيب كباقي الحالات بقى زي ما عرفنا هنا الاكس ما بين سالب 100 و100، ممكن تكون بالسالب وممكن تكون بالموجب ممكن تكون بالزيرو. بس احنا عملنا حسابنا في الحاله بتاعت لو بزيرو بالظبط او واحد بالظبط. طيب اي قيم تانية ممكن الاكس تكون رقم 10 زي هنا، بس الاس دايما مش رقم 10، هي هيكون رقم عادي بس في الرينج ده. طيب لحد دلوقتي الحالات اللي نخلي بالنا منها ايه؟ بعيدا عن الادج كيسز، الاكس ممكن تكون سالب، دي حاله نخلي بالنا منها. الاس مش هيكون رقم 10 بس هيكون رقم يا سالب يا موجب، فنخلي بالنا برضو من حته السالب اللي ممكن يبوظ لينا الحسابات شويه، حته السوالب دي فلازم ناخد بالنا منها في الاول. طيب الفانكشن بتاعت الباور الفكره منها ايه؟ احنا عايزين نحسب اكس اس ان او اكس باور ان. طيب اكس باور ان معناها ان انا بضرب الاكس في نفسها بعدد مرات بيساوي الان. فممكن الابروتش اللي تيجي في دماغنا في الاول ان هنعمل فور لوب من 1 لان مثلا، وفي كل مره هنضرب الاكس في نفسها ونحط مثلا في الاول ريزلت زي هنا ريز بتساوي 1 وفي كل لفه نضرب فيها الاكس، فبالتالي هيطلع لي في الاخر الناتج. ابروتش زي دي ممكن تنفع لو الاس ما وصلش للارقام الكبيره دي. لو هو بالارقام الكبيره دي فهياخد اكسكيوشن تايم طويل جدا، لان نفترض مثلا الان بالرقم ده 2 اس 31 ناقص 1 حوالي 2 مليون او 2 مليار حاجه زي كده، فانا حرفيا هلف فوق المليون لفه، فطبعا ده مش اوبتيمال. فممكن نفكر فيها بطريقه تانية. بس الاول نشوف لو الاساس عندنا بسالب هنعمل عليه شويه معالجات. ازاي؟ الاول هنشوف لو الاس بسالب. لو الاس بسالب هنعمل ايه؟ الاس بسالب معناها ان ممكن ناخد نفس الاس ده احوله لموجب واخلي الاكس مقلوب، لان السالب ده او الاس السالب ده هو حرفيا وظيفته انه بيقلب الاساس، ونحسب باقي حساباتنا عادي. زي هنا مثلا عندنا الاكس ب2 والان بسالب 2، الناتج هيكون بربع. ليه؟ لان الان بسالب فخلينا ال2 دي بدل ما هي 2 هتبقى نص، يعني 1 على 2. طيب 1 على 2 وخلينا السالب 2 دي بقت ب2 يبقى نص اس 2 بربع او 1 على 4. فهي دي الفكره. فهنا هنعمل حاجتين، نقلب الاكس هنقول الاكس بتساوي 1 على اكس، والان بدل ما هي كانت بسالب نخليها موجب، هنقول ايه؟ ان هتساوي سالب ان، لان السالب بموجب، فبالتالي احنا قلبنا الاكس وغيرنا اشاره الان من سالب لموجب. بعد كده ده اساس الحسابات كلها بتاعتنا. هنقول في لوب وايل الان اكبر من الزيرو. احنا قلنا من شويه مشكله ان احنا مش عايزين بالطريقه التقليديه اللي هو المتغير بتاع الريزلت ده نضرب فيه قيمه الاكس كل شويه او الاساس يعني كل شويه. طيب لو احنا مش عايزين نعمل كده نعمل ايه؟ احنا ممكن لو جينا على مثال زي ده بصينا الاساس ب2 والاس ب10، الاكس ب2 والان ب10، الناتج هيبقى 1024. ممكن بدل ما اقول ان الناتج بيساوي 2 في 2 في 2 في 2 10 مرات، ممكن اقول الناتج بيساوي ايه؟ هحسب الاول 2 في 2 ب4، احسب بعدها مره ثانيه 4 في 4 16، بعدها كمان مره 16 في 16 ب 256، بعدها هل هحسب تاني 256 في 256؟ لا، لان انا وصلت عند الان حاليا باس 8 واحنا عايزين نوصل لان اس 10. فالباقي ده اللي هو الان بتساوي 2 دي، البواقي دول هنحسب قيمتهم بكام لو الاكس اس الان الباقيه دي
بكام ونضربهم في اللي وصلنا له لحد دلوقتي. فاحنا يعتبر حسبنا نفس الناتج بس بطريقه لفه شويه او مختلفه شويه، هتقلل علينا عدد الخطوات، ولكن هو الابروتش هو اللي مختلف. النتيجه واحده بس الابروتش مختلفه شويه، بحيث احنا كل شويه بنمسك الاكس دي او الاساس ده نربعه لغايه ما نوصل لان الان هيتفضل منها جزء نحسبه على جنب ونضربه في الناتج اللي وصلنا له لحد دلوقتي. يعني ايه الكلام ده كله؟ هنشوفه هنا. نقول وايل الان اكبر من 0، دي كونديشن هنقول فيها اف الان برسنتج 2 ايكوال 1، هنضرب الريز في الاكس. طب غير كده هنضرب الاكس في نفسها. دي الحاله اللي بقول فيها ان احنا نمسك الاكس نربعها. احنا في كل لفه هنعمل حاجتين، نمسك الاكس نضربها في نفسها كده وكاننا بناخدها تربيع، والان هنقول انها بتساوي ماث دوت فلور ان على 2، لان احنا بناخد كل مره تربيع هنقسم الباور ده على 2. وكأن هنا مثلا بدل ما بقول 2 اس 10 وكأن بقول 4 اس 5، هي نفس الكلام. طيب لو جينا نمسكها مثلا على المثال ده، في اول لفه احنا طلعنا الاكس بتساوي 4 والان بتساوي 5. طيب في اللفه اللي بعدها لو جينا نبص على الان برسنتج 2 ايكوال 1، هل دي اتحققت؟ لان الان هنا عدد فرد، فبالتالي هنضرب الريز في الاكس. الريز في الحاله دي هي لسه بواحد، مضروبه في الاكس تساوي 4. ريز بتساوي 4 كانت في اول لفه هنا بواحد، والاكس هنضربها في نفسها هتبقى ب 16، والان هتساوي ماث دوت فلور ان على 2. ان على 2 هنا ب 2.5، الفلور بتاعها هيكون ب 2. طيب بعد كده الان حاليا ب 2، هل ان برسنتج 2 ايكوال 1؟ لا. طيب ناخد الاكس نضربها في نفسها يبقى 256. ان هتساوي ماث دوت فلور ان على 2 بواحد. بعد كده ريز هتساوي الان برسنتج 2 ايكوال 1، هي بفردي بعدد فردي، فبالتالي هقول ريز هتساوي اكس مضروبه في ريز، يعني 4 مضروبه في 256 هتبقى 1024، والاكس هنربعها في نفسها. مش مهم دلوقتي الناتج، لان احنا خلاص وصلنا للي احنا عايزينه، لان الان دلوقتي هتساوي 1 على 2 بنص، الفلور بتاعها بزيرو، فالان هتساوي 0، واحنا اللوب بتاعتنا مكمله طول ما الان اكبر من الزيرو، فاحنا خلاص وصلنا للقيمه 0، يعني بقينا اقل، يعني بقينا الان اكبر من 0 دي بفولس، يعني هنخرج ونرجع له الريز اللي هو ب 1024. فاحنا في 4 خطوات حسبنا الناتج بدل ما كنا هنحسبه في 10، فكده الران تايم بتاعنا بقى اسرع بكتير. هي دي الفكره كلها من ورا الالجوريزم اللي احنا بنكتبها، وزي ما وريتكم في الاول الران تايم بتاعها بيتس 100%. نبص مع بعض تاني برضو، وبس كده. اتمنى تكونوا فهمتوا وشكرا.